يا ابني اسمع، محدش يا حبيبي محدش يزايد على على اهلاويتنا. احنا اهلاويه اكتر من الناس اللي شغاله جوه النادي الاهلي. قسما بالله زي ما بنكلمك كده، لو انت بتقول ان فريسكا مثلا طالع لان كذا حد كلمني في الموضوع ده، طالع عشان ينتقد الاهلي، فانت لو مش شايف ان الاهلي وحش يبقى انت ما بتفهمش حاجه، يبقى انت راجل مغيب. انت لو النهارده هتفرح عشان كسبنا القطن 4، يبقى انت ما عندكش اي عقليه، ما بتفكرش المستقبل، ما بتفكرش في الكوره، دماغك واقفه عند النادي الاهلي. هكسب ماتش هقول لا، احنا موضوعنا مختلف خالص غير اي حد. النادي الاهلي منظومه كبيره جدا واكبر من الناس اللي ماسكه جوه النادي الاهلي، واكبر مننا واكبر من الاهلي يا جدعان. تاريخ ان انا اخسر من، انا مش هنسى هزيمه سان داونز 5-2 غير في حاله واحده بس، غير ان احنا يا حبيبي ناخد دوري ابطال افريقيا والنادي الاهلي يبقى قاعد متعلق مصيره بماتش سان داونز والهلال السوداني. ده معقوله حد يبقى قاعد؟ وقاعدين النهارده اللعيبه بتيجي، والله العظيم اللعيبه النهارده انا مبسوط لكهربا عامه، ولكن انا اشوف لعيبه النادي الاهلي يجيبوا الجون ويجروا يحتفلوا. عيب عليكم، عيب عليك يا حبيبي انت وهو. انت راجل قاعد مستني نتيجه بكره عشان نصعد او ما نصعدش. ده كلام؟ ده النهارده او بعد الهزيمه من سان داونز 5، ده لا، انا كاهلاوي زعلان. ولو خدت افريقيا هو ده الحل الوحيد اللي يخليني انا ابقى راضي عن الجيل ده. الجيل ده خد 5 مرتين يا جدعان من سان داون. ما حدش يجي يقول لي انت ما بتتكلمش على الايجابيات. فين الايجابيات يا حبيبي؟ ده انا بقول لك القطن الكاميروني دي لو خدت شحبر واسامه وبلوزه وحبوس الراجل بتاع المونتاج ورحنا كده مع بعض هنكسبهم 5-6 برضه. فانا مش مبسوط خالص ولا هتبسط، لان انا قلتها قبل كده في ماتش المقاولين وهفضل اقولها. الاهلي مش بخير يا ابني انت وهو. احنا عندنا مشاكل. انا مش هكلمك عن مشاكل الكره المصريه بقى، لان لو قعدت اكلمك عايزين حلقه 20 ساعه لو قعدنا نتكلم على مشاكل الكره المصريه. ولكن انا اقسم بالله اهلاوي اكتر من اي حد ممكن يكون بيشكك في ان انا كنت بروح الثالثه شمال، كنت بسافر اسماعيليه وبورسعيد. احنا بنشجع النادي الاهلي ده قسما بالله من واحنا اطفال. فده ما ينفعش ان انت تيجي تقول لي النهارده انت مش عاجبك اي حاجه في مش عاجبني طبعا. مش عاجبني لما اخد 5 مرتين من سان داونز بنفس الجيل بنفس حارس المرمى. اكيد لازم اقول له لا اقف، انسى، ارجع لحسام غالي يا ابني، ارجع للتاريخ. حسام غالي ده حسام غالي بحجم حسام غالي. لما حصل حوار روحنا ملعب التتش وقلنا له لا اقف. انا مشجع قبل ما اكون قاعد بتفرج هنا او بتكلم او بحلل كوره. انا مش عايز اتكلم في كوره لان الاهلي ما بيأديش كوره. فما تجيش انت بقى تشكك ان النادي الاهلي لا والهري اللي بيحصل ده. الاهلي وحش، الاهلي زي الزفت. الاهلي مستني ماتش بكره بفرقتين. سان داونز ده عادي، تاريخه بالنسبه لي لا يذكر. الهلال السوداني ده فريق عادي اقل من العادي. القطن المجموعه دي يا ابني نطلع فيها اول، يا ابني انا ملك افريقيا.